اليوم رح أنزل على الشارع وأسأل عن الترند الجديد يلي هو دانا مارديني تركت الفن وراحت للتيك توك لنشوف شو رأي العالم. يعني الفن مهنة حلوة كتير، اللي بيعتزلها وهو كان شاطر فيها يعني ما له شيء منيح هو. انه هي حريتها الشخصيه بالاخير بترجع لها القصه. بعدين ما شفت انه هي شيء عملته غلط، يعني انا بالنسبه لي هي ريلات عم بتشارك فيها انه انه العالم اللي عندها عادي. يمكن إنه من غلاء الأسعار مشان الربح أكتر. هلا يمكن هي عم يجيها مردود مالي أكتر. ما بعتقد انه عم تعمل هذا الشيء مشان انه تجيب مصاري او شيء، بالعكس انه هذا الشيء انه اي حدا بيرجي انه يومه على الانستغرام او الفيسبوك او اي شيء هدول الشغلات، يعني هي اكيد ما رح تنقطع عن هدول الشغلات. يعني هدول العالم يلي عم يخلوا العالم الثانية يجمعوا لهم مصاري، يعني عم يشتروهم الصراحة، وشغلات تافهة كثير، يعني ما إلها داعي. الأمر ليس تافه. لا، تفاهة. لا مو تافه. ضعف شركات الإنتاج هو أدى للجوء بعض الفنانين البارزين اسمه منصة التيك توك. يلي بيرجع بينتقل على تيك توك يعني هو كأنه مبين إنه اعتزل الفن مشان يجمع مصاري قبل ما يترك.